قاعد بطل الصيام الرقاد كاع. لا عاد قاعد ترقد من تسحروا الى ديك الاربعه الخمسه حد انك تجوع راه تقوم راه والو هذاك مو صيام والو. ما يقدرش يدوز ليه النهار لانه مشى النهار، اش غيستافد الدات ديالو، اش غتستافد من الصيام؟ اصل باطل. هو النهار كامل راقد اصلا يعود باطل، لان لا بد من الحركه، لان في الحركه بركه. وانت كاع الا تميت راقد لا عاود خير لك تفطر كاع، لانك ما هو صيام. وبنادم الى النهار كامل هو ناعس حتى يفوت العصر راه باينه ما صايم والو. بنادم الى ما خرج وتحرك شويه وضربت فيه الشمس باش يحس بشويه الجوع، هذاك هو رمضان، هذاك هو الصيام. اما الى غا ناعس راه ما عنده صيام. كيبطل ما خصوش انا كامل، حيت بحال النهار كامل هو ناعس بحال ما كاينش، يعني خصو يحبس، خصو يفيق بنادم ويصلي المساء ديالو. رقاش تم هذا كامل مقبول له بعد، الا انه يعود ما هو مطلوب منه يعدل الجهد شويه بالنسبه للصوم اللي وهو عباده، والعباده يجب ان الانسان يتعب عليها شويه كانه يحصل لها اجر ويحصل لها قيمه ومعنى، وهذا هو المطلوب. الراحه التامه وبال ما هي. لا دوز نهار كامل في النوم راه ما عنده صوم. الصوم ديالو تيكون ضعيف جدا، ما عنده ما يمكن. لا صام ما تيحس بشي حاجه. والرقاد طول الرقاد، حتى هو في نظري انا عنه كاع رقاش يرقد قباله الاربعه والله عاد بصلاه العصر، بعد انه صيامه ما هو مقبول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للشخص الذي يظل نائما طيلة النهار فصومه صحيح، لأنه ما دام قد نوى بالليل أنه صائم فصومه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى صوم هذا اليوم فله صوم ذلك اليوم، وصومه صحيح ما لم يتناول شيئا من المفطرات التي تفسد صومه. ولكن هذا كمن يبني قصرا ويهدم مصرا، لأنه يصوم رمضان ويترك الصلاة التي هي عمود الإسلام، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ولذلك ينبغي لهذا الشخص لا يفعل هذا، بل عليه أن يستيقظ بالنهار وأن يؤدي الصلوات في أوقاتها، لأن الصلاة هي أم العبادات وهي أعظم ركن بعد الشهادتين، فلا ينبغي للإنسان أن يفرط فيها وينام طيلة اليوم إلى أن تغرب الشمس ثم يستيقظ ليتناول الفطور. فهذا من الأمور التي ينبغي للمسلم أن يتنبه لها وأن يحرص على أداء الصلوات في أوقاتها. أما بالنسبة للصوم فصومه صحيح ما دام قد نوى الصيام بالليل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام بليل فلا صيام له. وهذا قد نوى بالليل، تصحر ثم نوى، معنى ذلك أنه نوى صوم ذلك اليوم.